أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهد الكريم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا أنفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا. أيها الأحباب في كل مكان، من شبكة السلام أحييكم وفي حلقة جديدة في برنامج مع اللغة العربية. أرحب بحضراتكم في الحلقة رقم 29، وموضوع الحلقة هو اللغة العربية في أبعادها الدينية والوطنية والإنسانية. ضيف هذه الحلقة الذي سيتحدث إليكم بعد قليل هو الأستاذ هاشم هلال. مرحبا بحضراتكم أيها المحترمون والمحترمات إلى هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية من شبكة سلام، أي قناة سلام الإعلامية. فأهلا ومرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على خير من دعا الناس وهدى إلى صراط العزيز الحميد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أيها الأحباب في كل مكان، هذه هي الحلقة رقم 29 في برنامج مع اللغة العربية الذي يأتيكم أسبوعيا من شبكة سلام وقناة سلام الإعلامية. اليوم مشاهدينا الكرام، كما نوهت في المدخل قبل دقائق، أستضيف باسمكم جميعا وأرحب ترحيبا حارا بأستاذنا هاشم هلال، مدير مدرسة الأسر السعيدة في مدينة ميلبورن، وكذلك هو ناشط اجتماعي وله اهتمامات بريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة. وقبل هذا وذاك هو رجل يعني نعتز بمعرفته، رجل يعني يعتز بدينه ولغته، ومن هنا نستضيف في هذه القناة المباركة أستاذ هاشم. مرحبا بك في شبكة سلام الإعلامية. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد، وأشكر لك حقيقة هذه الاستضافة الكريمة اللي حقيقة يعني أشرف بها وأسعد، وتضيف إلي حقيقة ولا أضيف إليها، وأسعد بهذا اللقاء، وأرجو أن يكون في هذا اللقاء نوع من فائدة واستفادة للجميع، وأرحب بك بشخصك الكريم وبضيوفك الكرام. بارك الله فيك، شكرا لك حبيبنا الأستاذ الغالي هاشم هلال. طبعا محورنا حيكون اللغة العربية وأبعادها الدينية والوطنية والإنسانية. هذا هو المحور الذي سنتحدث من خلاله. لكن كمدخل عام أستاذ هاشم، لماذا تتحدث اللغة العربية؟ أو لماذا هل أنت متمسك بها؟ طبعا أنا اللغة العربية أعتبرها حقيقة هي لغتي الأم طبعا، وهي لغة ثقافتي وهويتي بحكم الميلاد طبعا، وفي السعودية كوني ولدت في جدة في المملكة العربية السعودية، واستطيع اقول انه يعني معظم حياتي كانت في السعوديه، ودرست فيها الى المرحله الثانويه، من ثم اكملت دراستي في ماليزيا وعدت الى السعوديه. فاذا انت تتحدث عن مكان هو بالنسبه لي الوطن، يعني خلينا نقول الوطن البديل عن الوطن الام، ومن هنا يعني نبع حبي وشغفي وهويتي لهذه اللغة. حتى أنا عندما أتحدث هنا مع في استراليا مع بعض الأستراليين وكذا، ويسألون إيش لغتك الأم، دائما أقول هي اللغة العربية. وهذه حقيقة يعني واقعة، كوني أنا بالميلاد أنتمي إلى هذه البقعة من الشرق الأوسط وهي السعودية، فبالتالي هذا الحب أو هذا الاهتمام أو هذا التمكن من اللغة هو بحكم الميلاد، وبالتالي لغة البيت كانت هي اللغة العربية أصلا. حتى أنا في منزلي مع الوالد والوالدة، الوالد رحمة الله عليه والوالدة الله يحفظها، كانت لغتنا هي اللغة العربية يعني. وبالتالي بعكس لغة التقرايت كنا نسمعها في بيت الجد والجدة، ويعني خالاتي وعماتي يتحدثوا وأعمامي يتحدثوا بها، فبالتالي أنا دائما أقول السماع عندي ممتاز في اللغة التقرايت، لكن السبيكينج والحديث يظل في نوع من الصعوبة. فبالتالي يعني كون هذه العوامل كلها ساعدت أن اللغة العربية تكون هي
اللغة اللي أنا أفتخر بها وأعتز أنها تعتبر لغتي. نعم. لو قلنا مثلا لأنك أنت ولدت في المملكة العربية السعودية ولذلك بقت لغتك، هل لهذا السبب وأم برضو اللغة العربية عند الأسرة عندكم كانت متجذرة، بدليل أنه والدك ووالدتك لو لم يكونوا متحدثين باللغة العربية قبل قدومهم إلى المملكة ما أظن، يعني لأنه أنت قلت لغة البيت كانت هي اللغة العربية، فهل لأنك أنت نشأت بس في المملكة ولا هي أصلا كانت امتداد للأب؟ لا بالطبع لا، هو كان امتداد أصلا. يعني نحن الوالد والوالدة من مدينة مصوع في إريتريا، وطبعا معروف كون مصوع مدينة ساحلية كانت بها العديد من القبائل والعوائل العربية يعني. نعم. ومن ضمن هذا الامتداد العربي كانت أيضا أصلا بالذات تحديدا لغة الوالد في البيت، حتى في مصوع كانت اللغة العربية، وبحكم يعني غير أنه كانت لغة البيت، حتى مصوع كانت اللغة العربية هي اللغة الرائجة والسائدة فيها يعني. فهذا الامتداد ما هو جاي نابع من كون يعني فرضت علينا ظروف الهجرة، ما كون من ظروف الهجرة، بل هو امتداد أصلا ممتد من إريتريا. ووالدي طبعا يعني خرج من إريتريا وهو صغير طبعا، فكان يجيد اللغة العربية أيضا، يعني هي لغته في السعودية في إريتريا عفوا مع لغة التقرايت. وفي السعودية طبعا أصبحت كونه جاء صغير حتى لهجته كانت اللهجة الجداوية الحجازية، يعني كونه تقريبا أكثر من 50 سنة يعني عاش في السعودية. فبحكم الميلاد وبحكم الممارسة اكتسبنا اللغة، وبحكم الامتداد الأسري أيضا هي تعتبر رافد مهم يعني في اهتمامنا باللغة. نعم. أنا طرحت هذه المداخلة لأنه هناك من يزعم حتى من بعض الإريتريين مع الأسف الشديد، من يزعم أنه هذه اللغة الناس ما اكتسبتها إلا لأنها كانت في الخارج، السودان، مصر، السعودية وغير ذلك يعني. فهذه يعني فكرة أنا بشوفها غريبة، لأنه أنا بالنسبة لي أنا تحدثت اللغة العربية وأنا في مدينة أغرداد، بل وأنا في أزمرة، أبعد من ذلك يعني. إذا كانت أزمرة هي قلب المرتفعات، قلب اللغة التجرينية، نحن في البيت كنا نتحدث اللغة العربية في أزمرة يعني. ولذلك أنا حبيت أخذ منك شهادة لمن يزعم فيقول إن اللغة العربية هي لغة مكتسبة بعوامل الهجرة واللجوء. ما أعتقد كما أسلفت يعني، وأعتقد أنه كل واحد يرى المنظور من منظوره الخاص طبعا، وقد تكون له اعتبارات أخرى، لكن يعني أنا أتحدث عن واقع وتجربة. وأعتقد الكثيرين من الجيل اللي كان موجود معي من الإريتريين يعني في السعودية، يعني أتوقع أو أكاد أجزم أنه يعني علاقتهم باللغة العربية هو علاقة امتداد، ليس علاقة إجبار، وليس علاقة يعني ظروف أجبرتهم أن هم يكتسبوا اللغة العربية بين. نعم. جميل جدا. أستاذ هاشم، يمكن المحور الأول أنت هبشته على أساس أنه لأنه اللغة العربية هي امتداد ونشأت بها وهكذا. يبقى اللغة العربية بالنسبة لك هي مصدر التعلم والتثقف والمعرفة وما إلى ذلك. لو سألنا تاني، أنا داير برضو شوية أدخل في أعماق العناية، يعني بالنسبة لك اللغة العربية قلت هي لغة التعلم ولغة الفكر وكده، لماذا كانت هي اللغة العربية؟ طبعا بحكم الدراسة، بحكم أنه المحيط اللي تتعامل معه هو اللغة العربية، والمصدر الأساس لاستسقاء العلم في حينه. طبعا يعني أقصد أنا في الجيل في الفترة اللي كنا فيها ما كانت هناك وسائل تعلم مختلفة حتى أنك أنت تتعلم لغات أخرى، فبالتالي كان المصدر الظروف المحيطة بنا، وكون اللغة العربية هي اللغة الموجودة، والمدرسة، وكذلك بعض الوسائل يعني أقصد بعض المعلمين اللي تركوا بصمة معينة في حياتي الشخصية ودفعوا اهتمامي يعني تذوقي أو ارتفاع ذائقتي للغة العربية. كانت هذه كل العوامل خلتنا أنه تركت اللغة العربية هي وسيلتنا يعني في زيادة ثقافتنا، في تمييز أنفسنا، في التعريف بأنفسنا أيضا يعني. وبالتالي يعني أنا نتيجة هذا الاهتمام، يعني اهتماماتي تحديدا بالخط العربي وبالشعر العربي،
زادت مع تعلم يعني مع الاهتمام باللغة العربية، وساعدتها عدة ظروف يعني. وإن شاء الله في إطار في سياق المقابلة هذه نستشهد بعض الشواهد يعني اللي إن شاء الله. إن شاء الله. نعم، تؤكد على بإذن هذا الله. نحن نستطيع أن نقول بكل ثقة يعني الإريتريون بالذات الذين دخلوا إلى المملكة العربية السعودية، وتحديدا أهلنا من مصوع، وأنا من هنا أحيي أهلنا على امتداد البحر الأحمر والسواحل، أنه كان لهم مش يعني هم فقط تمسكوا بهذه اللغة، بل كان لهم الدور الكبير والريادة في نشر هذه اللغة ذاته حتى عند أهلها في المملكة العربية السعودية تحديدا. بمعنى التعليم والمدرسة تعتبر هي المصنع للتثقيف والتعليم وهكذا. ولذلك كثير من الأسر الإريترية ساهمت في إنشاء مدارس بالمملكة العربية السعودية، واللي هي لعبت دور كبير في نشر التعليم ونشر اللغة لأهل اللغة ذاتهم. عندك أخبار عن المسألة دي أستاذ هاشم، باعتبارك ولدت بالمملكة ووالدك دخل هو صغير، وسمعت إلى قصص وحكايات من هذا النوع؟ يعني حقيقة يمكن ما تذكرني، أنا ما يعني كنت في مرحلة الوعي بتلك الفترة، كونه يعني يمكن أكون من الأجيال المتأخرة في السعودية. لكن على مستوى الأفراد أذكر كثير من المشايخ والفضلاء اللي يعني كانوا يعتبروا من الإريتريين يعني، ويعتبروا من جيدي أيضا، وكانوا يعتبروا شعلة ومنارة لاستسقاء الدين واستسقاء اللغة العربية. وأذكر منهم الشيخ طبعا توفيق الصائغ يعني حفظه الله، اللي كان يعني حقيقة مسجده كان حقيقة يعتبر من المراكز الجامعة والشاملة، واللي يلتف حولها يعني كل الجاليات. الله يحييه من هنا، ورجل طيب وعالم. طيب نعم. وحقيقة يعني الشيخ توفيق من الناس القلائل اللي جمعوا بين جودة التلاوة والاهتمام بالعلم الشرعي يعني. وهناك على شاكلته الكثير يعني. واذكر برضه الشيخ حسن نايب ايضا، حسن ادريس نايب ايضا. فهناك مجموعه حقيقه اللي يعني كانوا يشكلوا اقطاب من اقطاب المكانه الشرعيه للإريتريين يعني. لكن حقيقه كون المدارس يمكن قد ما تسعفني ذاكره. دكتور سعيد القاضي كذلك، دكتور سعيد القاضي في بريطانيا، كان بالمملكة أصلا، هو كان بالمملكة. نعم صحيح. وهناك الكثير من الفضلاء اللي قد ما نعرفهم أيضا يعني. أنا على أساس لا أذكر أنا يعني في أسماء قد ما تكون معروف، بس لا أريد أن أذكر هنا. لكن هناك الكثير أيضا اللي حقيقة يشكلوا مثلا مرشدين تربويين يعني أقطاب مهمين في المدارس يعني، بالذات المدارس الخاصة السعودية. نعم يعني كان ولا يزالوا يعني. أنا أتكلم طبعا عن الناس اللي في جيلي يعني، قد لا أكيد في القبل يعني يكون هناك آخرون يعني. أنا قلت ربما الوالد يكون واحد من المؤسسين أو حكى لك قصص، والكلام ده أنا خلاني أقول شنو أستاذ هاشم. في واحد يحكي لنا قصة والعهدة على الراوي، أنه يعني واحد من الأساتذة أو مدراء المدارس كان في سوء تفاهم بين طالب وكذا، وبعدين طلب منه يمشي يجيب ولي أمره، بل فصل الطالب يعني. المدرسة قررت فصله كذا نتيجة لإخلال أعتقد يعني. فمشى جده، كان موجود ساعته في جدة أعتقد هذا الكلام. فجده لما سمع إنه مدير المدرسة قال له روح يا عمي ما تجيش بعد الآن وكذا باللهجة السعودية. فجده شاله قال له تدري يعني إنه المدرسة هذه نحن أنشأناها، قال له هذه مدرسة كذا، وقال له أنا اسمي كذا وكذا، شوف قائمة الشرف عندك. وشافه قال له أي والله يا شيخ أنتوا هذه المدرسة تبعكم. فقال له معلش ولد خليه يدخل خلاص ابني. قال له لا أنا ما ضد التربية، لكن تفصلوا كده بتاع. قال له أنا هسي مش ما داير أعمل فيها بطل وكده، لكن هذه المدرسة نحن يعني لنا. وفعلا جده كان في قائمة الشرف الذين أسسوا لهذه. وعلى هذه الشاكلة لأننا المصوع وضواحية كان لهم دور كبير حتى في اليمن السعيد، هكذا تقول الأخبار. لازلنا معكم مشاهدين الكرام في شبكة سلام الإعلامية في حلقة من برنامج مع اللغة العربية، وضيفنا هو الأستاذ
هاشم هلال يتحدث إليكم من مدينة ملبورن. نحن سعيدين بك أستاذ هاشم. أستاذ هاشم، طيب نحن الآن أنت اديتنا خلفية عنك وعن الأسرة وتمسككم باللغة العربية. كده نخش في دائرة أوسع. نحن الإريتريين لماذا نتمسك بهذه اللغة؟ هل لأبعاد سياسية أم هناك أبعاد دينية وهنالك أبعاد وطنية حضارية ثقافية لغوية؟ برأيك لماذا نتمسك باللغة؟ أعتقد نحن اهتمامنا كإريتريين بالدرجة الأولى، كإريتريين مسلمين يعني اهتمام باللغة العربية بالدرجة الأولى هو له الارتباط يعني الديني بالدرجة الأولى. فكونه يعني ثقافتنا وهويتنا لها امتداد، وهذا الامتداد مربوط بالدين الإسلامي طبعا. فكونه نحن نرتبط بهذه اللغة هو إعطاء نوع من الغطاء الثقافي لهذا المكون يعني المهم في إريتريا، واللي حقيقة يعني يشهد له التاريخ بالوجود في المكان كمكون، ويشهد له الحاضر يعني تمسكه، ما يزال تمسكه بدينه وثقافته وهويته المرتبطة بالدين. طبعا انه يعني كون نقول ثقافة فلكل يعني فالثقافة للأمة هي نمط حياتها، وهي يعني تقريبا جوانبها الفكرية. ونحن كمسلمين حتى تتبلور يعني أو حتى تتميز ثقافتنا هي أكيد مرتبطة بهذا الدين. فإحنا لو تحدثنا يعني عن في التصور الإسلامي يعني تحدثنا عن اللغة، فهي يعني الشكل لشكلنا إحنا كمكون إسلامي في إريتريا، الشكل لنا هو اللغة، وبالتالي المضمون اللي نمثله هو الإسلام. فإحنا اللغة هذه تعطينا الشكل، والإسلام يعطينا المضمون. فارتباطنا بهذه اللغة العربية هو ارتباط ديني، وبالتالي ارتباط ثقافي. جميل جدا. وكون نقول هنالك أبعاد سياسية، هل ترى في ذلك شيئا من التناقض مع المفهوم الإسلامي بالنسبة لنا؟ أنت ثبتت على أنه نحن كمسلمون لا بد أن نتمسك بهذه اللغة، كونه نعطيها بعدا سياسيا بوضع الاعتبار للداخل الإريتري، هل في ذلك شيء من التناقض؟ هو طبعا يعني أعتقد هو التعصب للغة العربية قد يكون فيه إشكال. التعصب من ناحية إنكار الآخر أو إنه الإجحاف بحق الآخر في هذا المكان يعتبر حقيقة يعني قد يأخذ الناحية الأمر السلبي من السياسة. لكن هو إعطاء الحق إني أنا كمكون موجود، وبالتالي إظهار هذه اللغة وثقافتي في مظاهر حياتي وفي حقوقي في المكان في هذه البقعة من الأرض، أعتقد يعني قد تعطي المعنى الإيجابي للسياسة أو المعنى الهوية لهذا الوجود. لكن عندما يكون الأمر في نوع من التعصب، وبالتالي يعني إحنا أي مكون آخر إذا هو تمسك بلغته وفرض لغته أو ثقافته أو هويته بحكم القوة، حيكون هناك الجانب السلبي لهذه السياسة. أعتقد أن السياسة قد يعني هو بعد متقدم لتميزنا في إريتريا، كون إحنا حافظنا بهويتنا واستخدمنا حقوقنا المدنية بكل سلمية في إعطاء ميزة لهذا المكون. إذا هي فهمت على أنها سياسة، هي أعتقد في الجانب المحمود من السياسة. لكن متى ما تجاوزت حدها المعقول في إسقاط حقوق الآخرين، قد تأخذ كذا الجانب السلبي للسياسة، وهو بالتالي الأمر غير المحبذ اللي ما نرضى إحنا كمسلمين أن نمارسه، ولا نرضى الآخرين أيضا أن يمارسوا علينا. برأيك هل تعيش إريتريا هذه الأزمة؟ أزمة الثقافة، أزمة اللغة، أزمة الهوية؟ لأنه والله لا ينكر هذا الأمر. هو طبعا لا ينكرها. أنا لا أريد أن أسهب في الممارسات الموجودة الآن، لكن أكيد كل شخص حصيف ومنصف خلينا نقول يلمس أنه في نوع من الإقصاء للمكون المسلم عبر فرض اللغة. يعني أنت عندما تفرض لغتك، بالتالي أنت تريد أن تفرض مكونك الموجود في هذه البقعة عبر يعني أن أنت لا تعطي الحق في أنه نكون جميعا سواسية يعني في ممارسة لغتنا وفي ممارسة حقوقنا الدينية. فبالتالي أكيد هناك نوع من بغض النظر عن التفاصيل، أكيد هناك نوع من الأمر اللي يعني يظهر مكون
يعني يظهر أنه هو أعلى مكانة وأفضل قدرا في إريتريا. جميل. وأنا دائما أكرر هذا البيت لشاعر عربي قديم يقول: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. وطبعا كل من يتحكم وفي يده سلطة الحكم والبسط فإنه ينشر لغته، ما في شك. وفي ذلك الوقت عمليا كده تتلاشى اللغة. ونحن نتحدث عن تاريخ هذه اللغة العربية التي كانت في يوم من الأيام هي لغة العمل والإدارة وشؤون الناس ولزمن طويل يعني. لكن مرت على هذه اللغة والشعوبيون كما تعلم حاربوا هذه اللغة، مستعمرون وغير مستعمرين كذلك، حتى من أصحاب الحكم الآن استعدوا هذه اللغة إلى أن أصبحت اليوم غريبة الوجه واليد واللسان كما يقال. ونطرح مثل هذه القضايا يعني بحد ذاتها. هذه أنا أعتقد هي تدينا بانوراما كده أو بروفايل عن أزمة اللغة التي تعيشها إريتريا. نعم، وهذا يدفع الحديث أن المغلوب دائما مولع باتباع الغالب. ونحن يعني إذا تحدثنا عن لغتنا العربية ومكانة المسلمين، ولا نريد أن نتغنى عن الماضي، لكن فترة من فترات التاريخ في الأندلس تحديدا كانت اللغة العربية هي لغة العلم يعني، وكان يشرف الأوروبي بأنه يلبس الزي العربي وأنه يتحدث اللغة العربية، وأنه يذهب يشد الرحال إلى غرناطة وقرطبة، مدائن العلم ومدائن الحضارة في تلك الفترة. فكان يشعر بالشرف أنه هو ذهب إلى ذاك المكان. وكانت تعتبر بلغة الأرقام قرطبة وغرناطة، يعني إحنا عندما نقول مثلا نيويورك فيها 20 مليون شخص وطوكيو فيها 20 مليون شخص والمدينة الفلانية، حتى كانت يقال أن قرطبة كان فيها يعيش فيها مليون شخص يعني، فكانت تعتبر من يعني تشكل القمة في كل شيء. وبالتالي في تلك الفترات كانت وتلك الفترات وما قبلها وما بعدها هي اللي شكلت الأساس اللي استسقى منه الأوروبيون العلم اللي احنا نعيش فيه الآن. ولا ينكر هذا الأمر إلا إنسان غير يعني منصف حقيقة. نعم حقيقة. طيب الآن مشاهدينا الكرام بعد فاصل قصير مع الزملاء في الجانب الفني والجانب الإخراجي سنعود إليكم بعد قليل. مشاهدينا الكرام، لا زلتم مع حلقة في برنامج مع اللغة العربية، والمتحدث إليكم هو الأستاذ هاشم هلال. لحظات ونعود. وعدنا إليكم مشاهدينا الكرام، والعود هلال خلينا نقول عشان ما يقولوا العود أحمد وإنه نتحدث عن درس. بالعكس، العود أحمد ونحن بين الأيادي يا شيخ أستاذ. وهذا الهلال ما شاء الله، بارك الله فيك أستاذ هاشم. أستاذ هاشم، بما أنك مدير مدرسة الأسر السعيدة في مدينة ميلبورن، ولما نقول مدينة ميلبورن أخواننا إنه في عدد هائل من الإريتريين، وممكن لا تنافس هذه المدينة في تاريخ اللجوء إلا مصر العربية. أنا أقول هذا بثقة يعني، أنه وإلى حد ما الهجرات الأولى لأهلنا من مصوع إلى المملكة العربية السعودية تحديدا. لكن في مدينة ميلبورن في جالية كبيرة، وفي حتى من الرعيل، يعني أكثر مدينة يمكن تعج بالرعيل من رعيل في الكفاح المسلح والعمل السياسي. أستاذ هاشم، كده حدثنا عن مدرسة الأسر السعيدة، ولماذا ما مدرسة الأسرة السعيدة في مدينة ميلبورن؟ نعم طبعا هي يعني أكيد هذا التحدي تحدي الذوبان في المجتمعات الغربية اللي بحكم الظروف فرضت علينا أنه إحنا ننتقل من وطن بديل إلى وطن، من الوطن الأم إلى وطن بديل، ومن ثم إلى وطن بديل آخر. يعني هذه الهجرات يعني أكيد تتداعى فيها الأسر والمجتمعات المسلمة أنها تخلق نوع من التحصين ونوع من الملاذ لأبنائها حتى يعني يكتسبوا نوعا من ثقافة ونوع من ارتباط بهويتهم. وبالتالي كانت هذه المدارس أو هذه المحاضن هي تساهم بقدر بسيط جدا يعني يعني بفضل الله عز وجل، وإذا كان هناك اهتمام من الأسر تساهم بإذن الله عز وجل بإعطاء نوع من الغلاف
الشفاف اللي قد يحمي إلى حد ما من الانصهار في هذا المجتمع. طبعا احنا يعني آباءنا سبحان الله يعني في الهجرات الأولى يعني في الخمسينات والستينات نتيجة يعني مع اندلاع الثورة تمكنوا من بظروفهم البسيطة وإمكانياتهم البسيطة بأنه يخلقوا وطن بديل لنا إحنا عن الوطن الأم. في هذا الوطن البديل طبعا كانت التحديات هي تحديات ليس لها علاقة بالدين والثقافة. أقصد كمسلمين نحن معظمنا هاجروا إلى دول عربية يعني السعودية والسودان ومصر، فبالتالي ما كانت عندنا مشكلة في الهوية والثقافة، لكن كانت تكون المشكلة يعني في نوع من السلوكيات والأخلاق اللي قد يكتسبها الإنسان بحكم المخالطة في أي مكان اجتماعي، ولا بد التضاد وال يعني الاحتكاك بأي مجتمع قد تولد بعض السلوكيات السلبية، وهذه يمكن علاجها بسهولة. نعم. لكن الانتقال من الوطن البديل وطن الشرق الأوسط اللي عشنا فيه وآبائنا يعني بفضل الله عز وجل أمنوا لنا يعني مكان أفضل من المكان اللي كنا فيه يعني نتيجة الظروف اللي كانت في إريتريا، فبالتالي إحنا الآن هذا الجيل يعني في 30 سنة الماضية أيضا اضطرت الظروف الكثير إنه هو وبالذات ال10 سنوات الأخيرة حتى الشرق الأوسط مع الأوضاع اللي فيه اضطرت لكثير من الناس إن هم يخلقوا وطن بديل عن الوطن البديل. بالتالي التحديات في هذا الوطن البديل الثاني هي تحديات أكبر، هي تحديات الثقافة والهوية والأخلاق والسلوك. فأنت هنا تتحدث عن عدة تحديات يعني لو ما أخذتها أو لو ما رفعنا نحن الأسر الإريترية مستوى الوعي فيها حقيقة ستكون يعني ليس ما نطمح إليه نحن الإريتريين. نحن عندما أتينا إلى هذه الدول بحثنا عن أماكن أفضل، وبالتالي بحثنا عن هذا المكان الأفضل مرتبط بالمحافظة على هوية أبنائنا يعني وثقافتهم. بالتالي ولدك عندما يكبر لا يعني يتحدث بسلبية عن هذه التجربة يعني كون يكون أفرط في الدين أو أفرط في ثقافته. نحن الحمد لله ما نذكر آبائنا وأجدادنا بالخير يعني أنهم جابونا في مكان أفضل وبالتالي اكتسبنا أشياء أفضل، وبالتالي نريد أن أبنائنا الآن يكتسبوا في هذا المكان اللغة الإنجليزية لغتهم الأم، ويكتسبوا الجواز ويكتسبوا المكانة، وبالتالي يكتسبوا الدين والأخلاق والثقافة واللغة. وهذا التحدي هو المهم. أعتقد أنه كل رسالة كل أسرة مسلمة المفروض تكون في إريتريا في هذا الإطار. فنحن كنا مجموعة من الأسر الإريترية، وهذا الاسم نبع حقيقة من جمعية كانت عندنا اسمها جمعية الأسر السعيدة في غرب ميلبورن. فمن هذا الاسم يعني تم إسقاط هذا الاسم على المدرسة، مدرسة الأسر السعيدة. ليست بالضرورة هي السعادة هي الرسالة، ولكن هو يعني ظروف الاسم أعطتنا هذا الاسم أعطت للمدرسة. بالتالي هذه المدرسة كانت رسالتها أنه هي تعمل دائما على أنه تحافظ على الموروث الثقافي وعلى اللغة العربية عبر تعليم القرآن واللغة العربية والثقافة الإسلامية. وأعتقد نحن محظوظين حقيقة في دولة كأستراليا توفر حقيقة دعم الحكومي. يعني تتحدث عن دولة تقول لك حافظ على لغتك الأم، أنت ليس لك علاقة باللغة الإنجليزية، اللغة الإنجليزية هذه مسؤوليتنا في المدارس اليومية، بينما نحن تقول لك نعطيك الدعم لكي تنشئ مدرسة خاصة فيك تعلم أبنائك. يعني هم لا يقولوا الثقافة على أساس لا يتحدثوا عن الدين، ولكن يقول تعلم اللغة. هم يعرف في قرارة الأمر أو في داخل الأمر أنه هذا الأمر يتعدى اللغة إلى توريث الثقافة. وبالتالي تحمد الله عز وجل أنه هذه الدولة بتهيئ لك هذا الأمر، والأمر ليس بصعب. يعني إحنا مجموعة كنا من الأسر قدمنا وحققنا المتطلبات، وهذا كلام في 2015 يعني تم تأسيس المدرسة. أتحدث عن 6 سنوات الآن، والحمد لله المدرسة تحاول قدر الإمكان أن تعطي يعني رسالتها وتؤدي هدفها. يعني أكيد مع الظروف كم عدد الطلاب؟ هي مدرسة أسبوعية طبعا، مدرسة أسبوعية في الويك. نعم، في تعريف سريع المدارس اللي أقصدها هذه مدرسة الأسر السعيدة هي ليست مدرسة حكومية عامة أو مدرسة خاصة، يعني مدرسة التعليم العام، وهي مدرسة هي كوميونيتي لانجويج سكول تسمى. هي المدارس الأسبوعية أو الإثنية الخاصة بالجاليات اللي موجودة في الميلبورن. وأنا نتحدث عن جاليات هناك أكثر من 50-60 جالية يعني جاليات كثيرة يعني. وهذه المدارس هي مدارس أسبوعية في الأصل في نهاية الأسبوع، قد تكون مدة الدراسة 3 إلى 4 ساعات، وكل جالية تعلم لغتها وكل ما يعني بثقافتها وهويتها. الآن طلابكم كلهم إريتريين أستاذ هاشم؟ والله لقد سألت عن عظيم. لأنه دايرين نخش بالسؤال الثاني. إلى أي مدى الأسر هي حريصة أن تدفع بأبنائها إلى هذه المدارس، تتمسك بلغتها
ثقافته وتاريخه، حتى لأنك أنت كونك تمشي إلى مدرسة كوميونيتي فيها إريتريين حتسمع الأخبار، حتسمع المتابعة، حتحتفل بالمناسبات الوطنية حقك، حتى تتابع شؤون البلد. لكن كملاحظة لا يسر واقعنا كثير. وأنا داير منك شهادة، يعني هل وأنتم في المنطقة الغربية في مدينة ملبورن أكثر جالية، أكثر فرع نشط في الجالية، لكن عندي إحساس أو نأخذ شهادة منك، كم عدد الأسر التي تدفع بأبناء إلى هذه المدرسة؟ والله شوف، ما خلصت إليه أنا في هذه الفترة. طبعا أنا هنا يعني إحنا حقيقة نشاطنا في المنطقة الغربية قد يكون يعني مفرح ومثلج الصدر، لكن شهادة خاصة أو ألقيها على الملأ إنه الجالية أيضا في شمال ميلبورن في المنطقة الشمالية هي تعتبر الأنشط والأكثر، وحقيقة ما يقوم به شيء مفرح جدا، ونحن نتمنى أن نحذو حذوهم يعني في هذا الأمر. طبعا الحديث عن العدد هو حقيقة أنا ما خلصت إليه إنه قد لا يهتم بهذا الأمر، يعني سواء في جاليتنا الإريترية الموجودة في الغرب أو حتى الجالية المسلمة العربية، لا يهتم بهذا الأمر إلا حريص، يعني حقيقة إلا حريص. وعندما أقول إلا حريص، اللي هو مستعد أن يعطي الوقت، ومستعد أن يبذل الجهد، ومستعد أن يمارس اللغة كلغة منزل. يعني أنت متى وجدت في أسرة، يعني للأسف قد بعض الأسر تبذل الجهد وتبذل الوقت لكن لا تمارس اللغة في البيت. يعني أنا من هذا المنبر أدعو رسالة لكل مسلم حقيقة إريتري، يعني في عموم الأرض، في عموم الأرض طبعا، وأنا أتكلم من تجربتنا الخاصة في ميلبورن، إنه نجعل اللغة العربية يعني لغة المنزل قدر الإمكان. يعني إحنا لا نخاف إنه أبنائنا لن يكتسبوا اللغة الإنجليزية، سيكتسبوها عاجلا زي ما إحنا اكتسبنا اللغة العربية في الشارع في السعودية وفي الممارسة وكذا، حيكتسبوها. أنتم أجعلوا اللغة العربية هي لغة البيت، اجعلها لغة البيت يا أخي. حتى لو ابنك كلمك بالإنجليزي أنت رد عليه بالعربي، حتى لو ما تحدث معك هو على الأقل سماعا سيكتسب اللغة، وحديثا تكون لديه اللغة. عودة إلى سؤالك، نحن العدد عندنا حقيقة كان بين مد وجزر، وزي ما قلت لك إنه ما كان يعني يهتم بهذا الأمر إلا حريص. جميل. هناك بعض الأسر استمرت معنا لسنوات، لكن فترة من الفترات قارب العدد عندنا قرابة 100 طالب. للأسف حقيقة يعني كان أكثر من نصف هذا العدد هي من الجالية من غير الإريتريين، يكاد يكون 75% من غير الإريتريين. سبحان الله. نعم. لا أدري حقيقة ما هو السبب، هل في مدارس أخرى يعني يذهبوا إليها؟ أكيد ليس الأمر أنا أتحدث إنه تعال لمدرستنا مدرسة الأسر السعيدة. أنا أقدر أي شخص يضع نصب عينيه الحفاظ على الثقافة والهوية الإسلامية واللغة العربية في أي مكان كان، ما في مشكلة. لكن أتكلم عن تجربتنا، والى الان احنا عندنا عدد بسيط طبعا نتيجه الكوفيد والمرحله السنتين الاخيره اللي مرت. طبعا كثير الظروف كانت صعبه، يمكن العدد كان لا يتجاوز 20 طالب. اكاد اقول لك انه يعني نصف العدد، اكثر من نصف العدد غير إريتريين ايضا. وانت عندما تقول كذا ان النصف الاخر النصف الإريتري هذا هو ابنائي وابناء اداره المدرسه يعني. اداره المدرسه. نعم مع الاسف الشديد. فهذه من الطرائف الغريبه يعني. وحقيقة حتى من يأتي يعني فترة من الفترات لما كان العدد أكبر للإريتريين لا تلمس الاهتمام يعني. يظن الطالب إنه إذا هو يظن ولي الأمر إذا هو وضع ابنه في هذه المدرسة إنه المدرسة في 3-4 سنوات ستعلم 3-4 ساعات 3-4 ساعات الأسبوعية ستعلم اللغة العربية والثقافة الإسلامية، بينما لا تجدي شيء. أنت إذا لا تبذل جهد في البيت وتسمع ولدك يا أخي، لا أقول ساعة في اليوم، ساعة في الأسبوع حفظوا الآيات. يعني إحنا كان عندنا نظام ولا يزال، إحنا عندنا جروبات لكل فصل لكل مرحلة دراسية، جروب في الواتساب، كل أولياء الأمور مع المعلم تبعوا في هذا الجروب، وبالتالي بعد نهاية الحصة مباشرة يوم السبت يوم الأحد مباشرة يرسل الواجب الأسبوعي للطالب. تمام. بالتالي حفظ آيات معينة أو مثلا الدرس العربي وهكذا يعني. فبالتالي كان يأتيك كثير من الطلبة بدون ما يبذلوا جهد، وبالتالي المدرسة لن تؤدي رسالتها. لكن نحن نساهم قدر الإمكان، لأنه الأكثر من الجانب التعليم، وهو جانب مهم أكيد، توريث الثقافة واكتساب اللغة، هو جانب بناء المجتمع. يعني أنت تبني لابنائك الآن، إحنا نبني لأبنائنا الآن شبكة من العلاقات، يعني نبني لهم صداقات، يستطيعوا من هذه الصداقات مستقبلا أن تكون لهم هذه الصداقات هي الداعم والساند نعم. وهناك اعتبارات اجتماعية أيضا غير الجانب التعليمي.
نعم، شكرا لما تفضلت به أستاذنا هاشم هلال. ونحن نحاول عبر هذه الشهادة أن نتحدث عن واقع حقيقة المجتمع. أن جلست إلى الجيل من عمرنا كده وما فوق أو أقل شوية، بتلقى دائما المجموعة ظلمتنا، المجموعة الحاكمة يعني، والسياسة والنظام وكده بتاع، ونمارس هذا الجلد الذات في حين أنه نحن أصلا مقصرين يعني. الله أكبر، صدقت. فما معقول يعني أنت مثلا أهو إذا كان الناس، وشهادة نقولها والله عبر هذا البرنامج وهذه الشبكة المحترمة، يعني ناس الداخل ديل عارفين والله كيف يتمسكوا بهذه اللغة. الداخل أنا ما عندي أدنى شك إنه هو محافظ. أنا خوفي من وللأسف الشديد عددنا بقى أكبر من الداخل، في الخارج أكبر من الداخل. فنحن أنا خايف إنه يوم نرجع إلى الداخل بهذه الأعداد الهائلة، والله حنفرتك المعادلات اللي أجدادنا وآبائنا حرصوا عليها، إنه نتمسك بهويتنا وثقافتنا ولغتنا. أنا تحديدا أتحدث عن اللغة العربية وليس في تضاد مع اللغات الأخرى، لكن نحن نشكل جبهة مضادة لما نود أن نثبته وما ينبغي أن نثبته في البلاد. يعني خوفنا من هذا، يعني قل أن تجد واحد يتكلم مع ابنه باللغة العربية، وقدمنا شواهد كثيرة عبر هذه الشبكة. بس سمحت لي أستاذ أحمد أذكر من الحوادث الطريفة، يعني شخص هو غير إريتري يعني، لكن أتى من السعودية من جنسية أخرى، فأتينا أنا هو لاستراليا في نفس الفترة، ابنه الأكبر وابني الأكبر في نفس العمر تقريبا. كويس. فالتقينا بعد سنوات من مجيء الاستراليا، أعتقد بعد 4-5 سنوات كذا، التقينا لقاء سريع، بعدين في لقاء خاص يعني جونا زيارة للبيت. فدخل ولدي علي الأكبر اللي بعمر ولده الأكبر، فيتحدث معي بالعربية ولدي يتحدث معي بالعربية، وهو ينظر على ابني هكذا نظرة استغراب يعني، فيقول لي يا أخي ما شاء الله محافظين على اللغة العربية. هو حتى ولدي لا، أنا ما أقول إن ولا يتحدث باللغة العربية بشكل ممتاز، لكنه على الأقل يتواصل، يعني يتواصل، ليس لغته هي اللغة الإنجليزية. فهو ينظر إليه باستغراب. وقس على ذلك إنه في بعض الأسر، كثير من الأسر الإريترية، أو لا أريد كثير، لكن هناك أسر إريترية تتحدث مع أبنائها باللغة الإنجليزية. أنا لا أدري هل الأب هو يريد أن يكتسب اللغة من ولده، ما فهمت يعني، هو يريد أن يكتسب اللغة، يتعلم اللغة. أنت تكتسب اللغة من ولدك يا أخي، في وسائل أخرى لاكتساب اللغة، لكن ما تجرم، ما تذنب على ابنك. والله يا أستاذ أحمد، أنا أكثر ما أسفني مرة إنه يعني بعضهم حتى اللحن، لما يتحدث اللغة العربية تجد في لسانه اللحن الأعجمي، وهو عربي إريتري يعني، فتستغرب يعني حتى عندما يخرج مخارج اللغة للقرآن لا يستطيع أن يخرجها. لا يستطيع. يا الله، لا إله إلا الله. أنت تستغرب. فأنا أقول يعني ما الذي يضرنا إنه نخلي اللغة العربية؟ يا أخي لا خلي ولدك يتحدث بالإنجليزية. أنت مرة أجبره، مرة حفزه، مرة شجعه، مرة أنبه، مرة عاقبه. صح. بس أنت اجعل حديثك دائما معك قدر الإمكان باللغة العربية، قدر الإمكان. أنا دحين قبل ما أحضر اللقاء أنا معك جالس كذا، وأنا جالس في المكتب أستمع إلى بناتي أولادي في البيت يعني يتحدث مع بعض باللغة العربية يعني، وأنا قلت هذه الحمد لله نعمة من الله عز وجل يعني. نعم. على الأقل مع بعضهم يتحدثوا، على الأقل الصغيرات منهن يعني يظل السماء يعني، بعضهم في مرحلة ثالثة يعني سنة ثالثة وسنة يتحدث مع بعض باللغة العربية، فهذه نعمة. قد عندما يكبر التحدي يزيد. نعم. لكن الآن على الأقل هم اكتسبوا أنه هم مع بعض يتحدث، هذه نعمة من الله عز وجل. هذه نعمة من الله، إن شاء الله ربنا يديمها. نعم. أقصد أنا ما أتحدث عن تجربتي، هي والله تجربة مقصر يعني، أنا لست، لكن أنا أقول إنه إحنا ما الذي يمنعنا. ومن هذا المنبر أنا أوجه رسالة هنا في ميلبورن تحديدا في أستراليا، أو في أي مكان في المهجر، أي مكان في العالم، نجعل اللغة العربية هي لغة المنزل، ولا نريد حتى أن نتكلم اللغة العربية الفصحى. خليها اللغة البيضاء، اللغة اللي نستطيع أن نتفاهم بها معا يعني، اللغة البسيطة أن أستطيع أتواصل معك يعني. قد اللغة العربية كمان ليست هي الحل، نتعلم اللغة العربية وأحقق الحروف بما أعطيه حقه ومستحقه يعني، من التحقيق يعني بالضم والفتح والكسر. ليس المقصود هذا الأمر، وهي لكن لغة التواصل. إن ولدي بكرة عندما يا أخي يروح السعودية عند أجداده وجداته ولا خالاته وعماته، يستطيع أن يتواصل معهم، لا يجلس هكذا وهو ما يستطيع أن يتواصل معهم. وهذا حقيقة حيكون، أنا أعتبر نفسي أنا وأمثالي إذا تمارسنا هذا الشيء، أنا أعتقد أن إحنا يعني، وهذا هو المبتغى، خسرنا من وهذا ما نهدف إليه عبر هذا البرنامج.
أستاذ هاشم، أنا سعدت بلقائك، ومؤكد أنه المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة سعدوا بهذا اللقاء، والمسؤولية هي مشتركة أيها المشاهد الكريم. نحن لا نردد ظلمونا وعملونا وهكذا، الكرة تبدأ من عندنا من داخل البيوت. اجعلوا بيوتكم يعني كما تجعلوها قبلة اجعلوها برضو لغة. يعني هذه اللغة بالمناسبة لا يعرف قدرها إلا من يفقدها حقيقة. والخواجات زي ما أنت قلت أستاذ هاشم كتار، لما أنت تلاقيهم يقول لك يسألوك عن لغتك يقول لهم اللغة العربية، ينبهروا ويقول لك أنت رجل غني. وأنا دائما بكرر الكلام ده. أيها الناس المتحدثون باللغة العربية، وحتى الناس اللي شوية برضو عندهم النزعة بتاعت إنه لا نحن نتمسك بلغاتنا المحلية، لغات الثانية، مع كل احترامنا للغات. هذه اللغة في إريتريا شئنا ما بين فيها التوازنات، وهي الرمانة الوطنية في بلدنا. تمسكوا بهذه اللغة لأنه في هذه اللغة فيها الخير الكثير. أستاذ هاشم، ذكريات ومواقف طريفة في اللغة العربية سواء كان هنا أو في المملكة أو غير، أو في ماليزيا كمان. أنت بالله كده شوف الماليزيين هسه لو دايرين نقارن، أنت عشت في بلد كيف يقدر هذه اللغة العربية؟ أدينا نموذج أستاذ هاشم. الله في نفس أكبر. الوقت الماليزيين طبعا تمسكهم بالدين هو لا يختلف عننا، عن اهتمامهم بالدين عن اللغة العربية، كونه أصلا حتى ماليزيا هي مكونة من 3 ثقافات وهويات مختلفة، اللي هم الملايو. الشعب الملايو هو الشعب الأصلي ويشكل النسبة الأكبر، والشعب الصيني والشعب الهندي. فالملايو طبعا الفرق بيننا عن إريتريا ان هم الملايو هم حكام البلد، وهم اللي سياسيا اللي يديروا البلد، فبالتالي لهم المكانة السياسية، وبالتالي الهوية الإسلامية هي الهوية الغالبة والسائدة. لكن ما شاء الله على مستوى الأفراد، يعني كنت أرى انه العوائل الماليزيه حينها، يعني هذا الكلام في نهايه التسعينات وبدايه ال2000، انه تجد العائله الماليزيه يلبسوا بناتهن يعني الحجاب وهم في اعمار صغيره، يعني في ال3 سنوات وال4 سنوات، وهو هو يعني حتى ما كان التمسك بالدين بقدر ما هي ابراز الهويه، يعني عشان انت تعرف انه هذا الشخص. فهو هنا نعود انه حتى يعني ابراز الهويه الممثله في الدين، وبالتالي اللغه تعكسها، هو صفه اساسيه مفترض تكون للمجتمعات. فبالتالي كان هذه الممارسه. طبعا اللغه العربيه، اهتمام الشعب الماليزي باللغه العربيه يعني يتمثل انه هم دائما يرسلوا ابنائهم يعني في يعني بعثات تعليم دراسيه الى دول عربيه يعني. فاعتقد بالذات دول كالاردن يعني ومصر والازهر، تجد كثير من الماليزيين والاندونيسيين يرسلوا ابنائهم يعني لهذه الدول لتعلم اللغه العربيه يعني، وبالتالي يعودوا بالذات المشايخ منهم، كثير منهم ياتوا مشايخ وهم يمارسوا اللغه العربيه وائمه مساجد، ويجيدوا القران تلاوه اجاده يعني ما شاء الله ابداعيه يعني. وحتى يعني كنا اذكر في اللغه العربيه في الجامعه، يعني تخيل احنا اختبار القبول، عشان بعد ما تقبل في الجامعه لما تيجي للجامعه الاسلاميه عشان تكمل اجراءات تسجيلك الجامعه الاسلاميه العالميه، اختبار القبول عندنا اختبارين، اختبار للغه العربيه واختبار للغه الانجليزيه. تخيل يعني المفترض الشخص اللي يقدم على الجامعه الاسلاميه ويقبل فيها يكون عنده حد معقول من اللغه العربيه وحد معقول من اللغه الانجليزيه، وبالتالي اذا ما كان عنده هذا الحد المعقول من اللغتين لابد ان ينخرط في برنامج تعليمي للغه الانجليزيه واللغه العربيه، وبعد كذا يبدا برنامج الاكاديمي الجامعي. فبالتالي اللغه العربيه كانت مهمه، كون انه كثير من التخصصات بالذات التخصصات الاسلاميه وبعض العلوم الإنسانية، مكونات المنهج أو بعض المواد الدراسية ونسبة مقدرة قد تتجاوز 50% بالذات الدراسات الإسلامية هي باللغة العربية. فبالتالي أنت كشخص جاي، والجامعة الإسلامية لما أقول لك الجامعة الإسلامية العالمية اللي هي كانت تابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ما تعتبر جامعة ماليزية، هي كانت فقط الموقع لماليزيا، لكن هي تابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، فيها أكثر من 90 يعني الطلبة أكثر من 15,000 من 90 دولة حول العالم. يعني تخيل أنت من كل دول العالم، يعني كنا في دولة عالمية جالسين في ماليزيا. يا سلام يا سلام. فبالتالي كان هذا المزيج وهذا الخليط يعني بين طلبة يدرسوا القانون ويدرسوا الشريعة ويدرسوا الاقتصاد ويدرسوا الهندسة ويدرسوا العلوم المختلفة. كل ما يهتم بالعلوم الإنسانية، الكثير من التخصصات يهتم بالعلوم الإنسانية والدراسات الإسلامية كانت باللغة العربية. فبالتالي
كان اهتمام كبير وقس على ذلك يعني كثير من الجامعات. نعم. وهذه اللغة التي نتحدث بها ونتحدث عنها ولها وبها، هذه اللغة علمت شعوب، لغة في جوانبها التاريخي حضاري، ولغة غنية، ولغة عالمية، يعني أيها الناس تمسكوا بهذه اللغة لأنها لغة عالمية، واحدة من اللغات، وشرف اللغة العربية هذه ودورها ومجدها وحضارتها. ادخلوا إلى مراكز البحث حتى عند المراكز الخواجات وفي الجامعات الكبرى أكسفورد وغيرها ستجدوا مكانة هذه اللغة، يعني مكانة عظيمة. فأنك أنت كونك تتمسك بهذه اللغة، ما قاعد نقول لك أرجع إلى الخلف، أنت أذهب إلى الأمام، لأن هذه اللغة رائدة للعلوم الإنسانية والعلوم الحضارية، ويكفي أنها لغة القرآن الكريم. وأنا أقول إنه عدم اهتمامنا باللغة العربية هو يعني شح في الفقه الديني، يعني في فقه الإسلام، يعني لأنه أنت كرجل مسلم أنا بقول فرض عليك أن تتمسك بهذه اللغة العربية. هذه لغة لها بعدها الديني والثقافي والحضاري والإنساني. نحن في إريتريا وطني. أستاذ هاشم، في ختام هذا اللقاء قيم لنا هذه المقابلة، وبرضو قول رسالتك التي تود أن ترسلها. ونحن إن شاء الله دم آخر لقاء، هذه باكورة للحديث معك في حلقات إن شاء الله. والمجال لك أستاذنا هاشم هلال. بارك الله فيك. أنا أشكرك أستاذ أحمد على هذا اللقاء، وحقيقة يعني حضرت العديد من النقاط، لكن أنت أثريت النقاش حقيقة بأكثر مما كتبته. أنا حقيقة اللي كتبته يعتبر لا شيء حقيقة، وأعتقد هو الحديث العفوي يكون أبلغ أحيانا من الحديث المرتب يعني. إن شاء الله فيك مرة ثانية كده نفتح لك المايك ونقول لك تفضل بس. لا أقصد أنا جزاك الله خير. أنا وجدت إني استطعت، يعني قلت ما كنت أريد أن أقوله عبر النقاش، يعني ما كان عبر التحضير يعني. فما شاء الله حقيقة نقدر لك هذا الجهد والإبداع والتميز وهذه الرسالة الكبيرة عبر هذه الشبكة السلام. فوفقك الله وزادك إن شاء الله من فضله وشكر سعيك. طبعا نظل ونقول أن اللغة العربية يعني المفترض تكون هي رسالة كل أسرة مسلمة يعني في إريتريا حول العالم. وأنا كنت أقول أحب أختم ببعض يعني الشواهد باهتمامي باللغة. يعني أنا بعد ما في المرحلة المتوسطة بدأت أهتم باللغة بشكل أكبر وأقرأ وهكذا، فوقع في يدي شريط كاسيت. لو تذكر الكاسيت أيام جيل الطيبين زي ما يقولون. كاسيت الآن لو قلت لأي واحد كاسيت لا يعرفه ما هو. فوقع في يدي كاسيت للشاعر لأحد المشايخ. كاسيت أوديو. أيوة. الكاسيت، نعم، الكاسيت الأوديو اللي هو يكون فيه مسجل يعني صوت عبارة عن محاضرة أو خطبة أو يعني. أيوة. حتى الغناء كان يسجل عن طريق هذه الكاسيتات يعني. فوقع في يدي شريط لأحد المشايخ في حين بدون ذكر أسماء، كانت عبارة عن أمسية شعرية يعني. يا سلام. وقتها يعني أنا ما أدري، اكتشفت أن عندي يعني ميزة مهارة الحفظ السريع يعني. فأتذكر في هذا الشريط الشيخ ذكر القصيدة الرائعة لقصيدة الأصمعي مع أبو جعفر المنصور اللي هي صوت صفير البلبلي. نعم. بكثر إعجابي بهذه القصيدة حفظتها في 5 مرات يعني 5 مرات. وقلت أنا ليت كنت مع الأصبع كنت الشخص الخامس اللي ممكن يحفظ القصيدة 5 مرات يعني. يا ريت سمعنا منه أستاذ هاشم والله. لا فالشاهد إنه أنا رددتها كنت أرددها هذا كان أتذكر المرحلة الثالثة متوسط يعني. سبحان الله. فكنت أرددها مع الطلبة وفي الفصل وكذا وبعدين خلاص كان عندنا حفل نهاية العام، فقالوا يا أخي إيش رأيكم نسوي واحدة من الفقرات تكون مسرحية الأصبعي هذه جعفر المنصور. وفعلا هاشم أصبح الأصبعي حينها يعني. يا سلام يا سلام. طبعا كانت رهبة إنك يعني طبعا تتكلم عن مدرسة فيها 2000 طالب وقدام الطلبة، وكان أتذكر في الساحة العامة يعني مسرح كذا سوينا ستيج أمام الساحة العامة. وأنت رهبة المشهد ولا رهبة القصيدة ولا رهبة فحقيقة كانت من المواقف الطريفة يعني. يا سلام يا سلام. نحن إن شاء الله يوم كده نجي وياك أستاذ هاشم. فهذه القصيدة ممكن أسمعك بعضا منها يعني لو حاب يعني حتى لو تفضل يشرفنا جدا. فهي طبعا القصة معروفة إنه أبو جعفر المنصور تحدى الشعراء في حينها إنه من يأتي له بقصيدة لم يحفظها لم تكن مرت عليه أو تكون من مكتوب الشاعر وليس منقوله يعني. وبالتالي كان يتحداهم إنه هو أي شعر سيقول الشاعر هو يحفظه. فكان يأتي الشعراء بقصائدهم
وكان أبو جعفر المنصور يحفظ القصيدة من مرة واحدة، وعنده جارية تحفظها من مرتين، وعنده جاري غلام يحفظها من 3 مرات. كنت أنا المفروض أكون الخامس اللي يحفظها، الرابع اللي يحفظها. فالشاعر كان يأتي الشاعر ويبذل الليالي الطوال في كتابة القصيدة، وبالتالي يجي القاعد أبو جعفر المنصور يقول له أوه إني أحفظها، فيقول له القصيدة، فيقول لا وليس هناك غيري، فتأتي الجارية ويأتي الغلام، فيصاب الشاعر بالجنون. كيف إنه القصيدة أنا كتبتها أمس يعني، فالأصمعي قال هناك في الأمر مكر يعني. فراح كتب قصيدة. طبعا انا الان في قراءاتي الحاليه يعني كنت اقرا مقال قبل كم يوم انه هذا ليس مستحيل ان يكون من الشعر الاصمعي، الله اعلم انا في صحه هذه الروايه، لكن حين الشيخ وهي تتردد في كتب التراث العربي يعني. نعم. لكن الان صادف انه القصيده هذه يقول مستحيل ان يكتبها الاصمعي، لكن بغض النظر هي القصه فيها طرفه يعني. أيوة. فابو الاصمعي كتب القصيده هذه ودخل على المنصور، وطبعا لان ابو جعفر المنصور يعرفه كان ملثم وما رفض يكشف اللثام، وقال له القصيده، فقال له صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل، الماء والزهر مع زهر لحظ المقل، وأنت يا سيد لي وسيدي وموللي، فكم تيمني غزير عقيقلي، قد طفته من وجنة من لثم ورد الخجل، فقال لا 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 وغد غدا مهرولي، والخود مالت طربا من فعل هذا الرجل، فولولت ولي يا ويللي، فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي، قالت له حين كذا انهض وجد بالنقل، وفتية سقونني قهوة كالعسل، شممتها بأنفي أسكى من القرنفل، في وسط بستان حلي بالزهر والسرول، والعود دنني والطبل طبطبلي، طبطبي طبطبلي، والسقف سقسقلي، والرقص قد طاب إلي، شوى وشاهش على ورق سفرجلي، وغرد القمر يصيح ملل في ملل، ولو تراني راكبا على حمار أهزلي، يمشي على 3 كمشية العرنجلي، والناس ترجم جمالي في السوق بالقلقلل، والكل كعكع خلفي ومن حويلي. لكن مشيت مبغددا للزير، أنا الأديب المعي من حي أرض الموصل، نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأزور، أقول في مطلعها صوت صفير البلبل. وطبعا أبو جعفر المنصور ما استطاع يقولها، والجارية ما استطاعت تقولها، والغلام ما استطاع يقولها، فقال له خلاص، كان التحدي إذا الشاعر جاب قصيدة لم يسمعها لأبو جعفر المنصور يعطيه وزن ما كتب عليه ذهبا، فهو توقع أنه أبو جعفر المنصور حيجيب له ورقة مكتوب فيها القصيدة وبالتالي يوزنها ويأخذ الذهب. قال له أنا ورثت عن أبوي عمود رخام فنقشت فيه القصيدة. نعم. فبالتالي أدخلوا، قال له خلاص هات العمود الرخام، فوزنوه، فأخذ يعني ما كان في الصندوق يعني في الخزانة مبلغ كبير. أغنى شعراء الدنيا. فبعدين اكتشف أبو جعفر المنصور إنه هذا هو إنه الأصمعي، وكشف اللثام وقال له ليه ما فعلت كذا؟ قال له لأنه كذا وكذا، أنت يعني تستغل كنت الحفظ، ميزة الحفظ اللي عندك وكذا، وبالتالي بخست الشعراء حقهم، فرجاء أنك أنت تكشف عن هذه الحيلة وتعطي كل شاعر ما هذا، وانتهت. فبالتالي ألقيت القصيدة في هذه المدرسة، وحينها عرفت، من وقتها عرفت بالأصمعي يعني. الأصمعي. والله يعني أنت جدير بكل ما هو جميل، شكرا لك حبيبنا. بارك الله فيك أستاذ هاشم. هذه هي اللغة، والله أنا أزعم فأقول ليس للغة في الدنيا كلها بما فيها اللغة الإنجليزية والفرنسية وغيرها فيها من جماليات التاريخ، حتى القصص الطريفة والحكايات، وفيها يعني أشياء والله في غير هذه اللغة العربية. أنا أزعم فأقول ما في حاجة زي هذه اللغة في ظرافتها، في حكاويها، وفي أشياء كثيرة. هذا كان مثال. أستاذ هاشم هلال مدير مدرسة الأسر السعيدة في مدينة ميلبورن، والناشط الاجتماعي، هو رائد في عمل ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة. طبعا أنت يعني نشاطك واسع، لكن احنا يعني حصرناك في جانب اللغة العربية، ولكن إن شاء الله سيكون لنا لقاء. أشكرك باسم كل المشاهدين والمستمعين، وأشكر تفضلك للقبول معنا للحديث لمشاهدينا الكرام. وهكذا أيها الإخوة المشاهدون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على خير، ونصلي ونسلم على خير من هدى الناس إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب فقهنا وفقه أهلنا، وأدفعنا إلى التمسك بهذه اللغة والقيم الإسلامية الحنيفة. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.